مئة القتلى من الجماعات التكفيرية والإرهابية حصيلة أولية لعمليات النصر التي فتحها الجيش السوري في ريف حلب الجنوبي الغربي. إلى جانب هؤلاء عشرات الأسرى ممن سلموا أنفسهم للجيش السوري. سكر هدول اثنين تبع الحجر. هلا بدي اقول لك أحمد جمعة أحدهم. يروي الفتى ابن 17 سنة كيف تحول إلى إرهابي في سن مبكرة. بيجي عالم يكون روسه كبار بيجي بضربوهم. أحمد يتحدث عن عجز الفصائل الإرهابية والتكفيرية في تجنيد مقاتلين جدد في ظل الإهانات والذل الذي يتعرض له من يعمل مع هذه الفصائل. أنا طلعت بالثورة مع أحرار الشام. أكذوبة الثورة سرعان ما انكشفت. أحمد دخل طريقا لا عودة. أحرار الشام لعبت دور الرئيس في تجنيد هذا الفتى الذي لا يتردد في التحدث عما أوكل إليه من مهمات وعن الدول الداعمة للإرهاب التي جعلت من أحمد قاتلا في أولى مهماته التي قتل فيها 4 أشخاص قبل أن يتحول إلى مسؤول عن نقل وشراء المعدات العسكرية القادمة من تركيا والسعودية وقطر. عندك نقل معونات مثلا المقرات تجينا معونات من تركيا ومن السعودية، نحن بنجيبهم من باب الهواء نجيبهم على صار بدل ننقلهم على المقرات. أما الأموال فالمهمة يتابعها مسؤولون سعوديون. مصرات هن قاعد يجيبونا ويوزعونا إياها. من مئات الملايين التي رآها أحمد كان يصله ومن معه الفتات. وقت يعطوني مصرات وقت ما يعطوني مصرات وأنا قاعد عيشتي كلها زل بزل. انزعاج أحمد من واقع أحرار الشام دفعه للالتحاق بلواء السلطان مراد بقيادة أبو بكر الذي يتلقى أوامره مباشرة من تركيا. سلطان مراد لم يتابع لتركيا، هذا مضبوط. وناكل لقمة طيبة. الأموال والأسلحة تتكفل بها تركيا، وأما القتل فمن مهمة أحمد ورفاقه. كمان داعش. تميت شهرين أنا حوالي معهم، انضميت معهم بعدين بطلت. ما كان يعطوني مصرات على السوا. لم يكن الحال عند لواء السلطان مراد بأفضل مما كان في أحرار الشام. الأموال يتقاسمها القادة وما تبقى يوزع على المقاتلين. واقع دفع أحمد لترك لواء السلطان مراد والالتحاق بجيش الإسلام المدعوم من قطر والسعودية. هو جيش الإسلام التابع لقطر، مستلمه زهران علوش. تحت راية زهران علوش أشهر إرهابي سوري قاتل أحمد، وكانت المهمة ضرب الطريق الدولية، قصف المدنيين في البريج، وفي نهاية المطاف يقع أحمد أسيرا عند خان طومان في عمليات النصر للجيش السوري في ريف حلب الجنوبي. لم يكن أمام أحمد إلا الاستسلام أمام تقدم الجيش. ما غير حل واحد، سلم حياة الجيش. في وقت لا ينفع الندم يشعر أحمد بالندم، يدعو من كان معه للعودة قبل فوات الأوان. وانا بتمنى من كل قلبي كل شيء ثورة يشيل سلاح، بتمنى يترك السلاح، ما بدك السلاح. خلينا نرجع ما كنا أولي، كنا بلد أمين. اليوم أحمد يؤكد أن ما كان يقاتل من أجله هو المال. عشتنا زل بزل وانا طلعت كمال مصرات. غابت الأخلاق وغيب العقل في وقت كان من الأولى الدفاع عن الأرض إلى جانب الجيش السوري. بيجي عالم يكون روسه كبار بيجي بضربوهم، كلهم بيعلقوا معهم. مثلا هلا وقت في عالم الذل ما لحد بيجي بيغتصبوا لهم اولادهم، ما لهم حد انه هو. قطار التوبة فات بالنسبة لأحمد، ولعل الأهم نور الحقيقة التي يحاول الكثيرون حجبها عمن غرر بهم. إن شاء الله كلياتنا في ذا الوطن. في معركة الخاسر الأكبر فيها كل من يساهم في قتل ابن وطنه ويساعد في دمار أرضه، متناسيا أن أي مستقبل زاهر لأبنائه وعائلته لا يمكن أن يتحقق إلا في ظل وطن موحد وتحت رعاية جيش البلد الذي فتح معركة النصر ولن تنتهي إلا بالقضاء على آخر إرهابي وتكفيري على الأراضي السورية.